السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سؤال وجواب. ودي الحلقة الثانية من نوعية الحلقات دي، والحلقات دي هيكون أنت بتسأل سؤال في الكومنتس تحت وأنا هجاوبك عليه في حلقة مشابهة لدي. أول سؤال وهو سؤال بيتسأل لي كتير قوي: أحمد إزاي أتواصل معاك؟ فأي حد حابب يتواصل معايا هيلاقي فيه لينكات تحت في الديسكريبشن لأكونت الفيسبوك والإنستجرام. أوكي، نخش على تاني سؤال. السؤال من ماركو بيقول: إحنا متابعين الشرح كويس جدا، لكن إزاي صورت الفيلم؟ وهو بيتكلم على فيلم 2 جنيه، لو ما شفتش الفيلم أنصحك تروح تشوفه دلوقتي. فهو بيسأل إزاي صورت الفيلم ده وازاي تم تسجيل الصوت، وخصوصا ان الصوت في الفيلم ده كان كوميدي شويه. الفيلم ده من الافلام اللي اتصورت بميزانيه قليله جدا. صورنا الفيلم ده بكاميرا 24i وسجلنا الصوت بزوم H1، يعني تقريبا تكلفه الكاميرا والمايك ما تتعداش ال $500. اما بالنسبه للاضاءه فاحنا صورنا باضاءه لمبه عاديه جدا موفره، ما كانش موجود اي اضاءه احترافيه في الفيلم ده. السؤال اللي بعده بيقول: ليه لما بعمل عمليه كالر جريدنج او تلوين كتير بيحصل نويز في الصوره؟ باختصار ده معتمد على شويه تفاصيل. اهم حاجه اللي بتفرق جدا هي الكودك اللي انت بتصور بيه. في تصوير رو وهي الصوره الخام، وفي تصوير كومبريسد او الصوره المضغوطه. في معظم الكاميرات اللي اسعارها رخيصه وهي بتصور الصوره المضغوطه او الكومبريسد، فانت لما بتيجي تعمل عمليه تلوين كتير جدا بيحصل دامج للالوان. اما العوامل الثانيه وهي اهمها انك مسجل على ايزو كام. السؤال اللي بعده من وليد وبيقول: اجيب كاميرا اليومكس G7 منين في مصر وبكام؟ وهي افضل في التصوير الفيديو ولا الكانون 70D؟ كاميرا اليومكس G7 للاسف مش موجوده في مصر او مش متوفره، ممكن تدور ان انت تلاقيها يوزد او حاجه. الجزء الثاني من السؤال وهو: هل كاميرا اليومكس G7 افضل ولا 70D افضل في تصوير الفيديو؟ طبعا باختصار اقدر اقول لك ميزتين في كل كاميرا. اليومكس G7 بتصور 4K، كانون 70D كالر تون بتاعها كويس والاوتو فوكس كويس، فشوف انت محتاج انهي امكانيات، لكن ترشيحي ليك هو اليومكس G7. السؤال اللي بعده من OAM: بعد اذنك يا احمد، انت ازاي بتصور بالكاميرات؟ يعني الفيلم علشان اصوره من كذا زاويه كم كاميرا احتاج؟ انت محتاج كاميرا واحده علشان تصور الفيلم من كذا زاويه، وده باستثناء لو انت بتصور مشهد اكشن، لان طبعا مش هتعرف تعيد نفس الانفجارات تاني او نفس الحدث تاني في الاكشن، ففي الحاله دي بتصور المشهد بتاعك من كذا زاويه بكاميرات مختلفه. السؤال اللي بعده من ايهاب بوب، والسؤال ده كان على الحلقه السابعه. لو ما شفتش الحلقه السابعه انصحك تروح تشوفها دلوقتي وترجع تكمل حلقتها. هو ايهاب بيقول ان الصوت واحنا بنأديت ما كانش كويس قوي، لكن الصوت في النهايه كان كويس. ده باختصار لان الصوت اللي انتوا سمعتوه في الحلقه هو الصوت المسجل عن طريق الكاميرا، انما الصوت اللي كان في المشهد النهائي هو صوت متسجل اكسترنال او بمايك خارجي. ويمكن ده اجابه على سؤال تاني، وهو اننا في الافلام بنسجل الصوره لوحدها والصوت لوحده، وده علشان ناخد افضل جوده بالنسبه للصوت. السؤال اللي بعده من علي عادل: ايه الفرق بين فيميو 1080 ويوتيوب 1080؟ باختصار وانت بتعمل عمليه الريندر كل موقع بيكون ليه طريقه ضغط مختلفه، فالبرنامج بيسهل عليك اختيار الحجم المناسب للموقع المناسب، يعني علشان ما تعملش مساحه كبيره جدا وفي الاخر الموقع اللي انت هترفع عليه هيضغط الصوره برده لحجم معين. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لو في اسئله ما شفتهاش وما جاوبتش عليها هجاوب عليها في الحلقات الجايه ان شاء الله، ولو انت عندك سؤال تاني ممكن تسيبه في الكومنتس تحت وهجاوبك برده عليه في الحلقات الجايه. ولو حلقه النهارده عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير واعمل سبسكرايب علشان تشوف الحلقات الجايه ومفيش حاجه تفوتك. واخيرا القدس عربيه. اشوفكم الحلقه الجايه.